هو ينفع نبيع نائب السلطان ووزير الحربية هو وزير الداخلية بالمزاد العلني؟ أيوة ينفع، لا ونفع بالفعل وحصلت قبل كده. لما جه العز بن عبد السلام من دمشق إلى مصر بعد ما أفتى هناك فتوى لم تعجب الحاكم، وبسببها تم التنكيل به وعزله من الإفتاء ومن القضاء وتم حبسه. لما وصل إلى مصر كانت طبعا شهرته سبقاه وتولى الإفتاء والقضاء في مصر. لكنه بعد فترة اكتشف أن قادة الجيش ونائب السلطان نفسه وقائد الجيوش أنهم من المماليك اللي اشتراهم السلطان من حر مال أو من بيت مال المسلمين لتدريبهم والاستعانة بهم كجند لمحاربة الأعداء. هنا أفتى العز بن عبد السلام بعدم السماع لهم وبأنهم حكمهم حكم الرق وأنهم مملوكين لبيت مال المسلمين، لا يصح لهم الولاية وما ينفعش أنهم يكونوا قادة، بل أنه أفتى بحرمة البيع والشراء لهم أو بطلان البيع والشراء لهم وبطلان النكاح لهم. فطبعا ده ما عجبش المماليك، فحاولوا أنهم يرجعوها عن فتواه فأبى، فحاولوا بالملاطفة والملاينة ما قدروش، لدرجة أنهم حاولوا أنهم يقتلوه لكن المحاولة بقت بالفشل. فراحوا للسلطان واشتكوا له من الأمر، فالسلطان استدعاه وحاول أنه هو يرجعه عن فتواه، رفض. حتى السلطان وهو بيكلمه طلعت منه كلمة يعني كان في كلامه غلظة، فلم يعجب ذلك الشيخ، فالشيخ من نفسه عزل نفسه من القضاء ومن الإفتاء ورحل إلى بيته وجهز حاله وجهز أهله ومتاعه وأخذهم أعزكم الله على حمار، وقال إن هو بيترك مصر ويمشي. الخبر انتشر، الناس كلها راحت على العز بن عبد السلام مش راضيين يسيبوه، قالوا له بنرحل معاك. ووصل الخبر للسلطان لدرجة إن واحد من الجند راح قال له الحق ملكك يا مولاي، ملكك هيرحل برحيل العز بن عبد السلام، الناس كلها رايحة معاه. السلطان ركب دبته بنفسه ولحق بالعز بن عبد السلام وراح استرضاه وطلب منه انه يرجع، قال له ارجع بشرط ان الفتوى بتاعتي تسري. السلطان وافق على كده وراح رجع معاه، وبالفعل العز بن عبد السلام أقام مزاد علني لبيع الأمراء المماليك لبيت مال المسلمين، وقف ينادي عليهم بالمزاد العلني وفضل يغالي في ثمنهم لحد وكمان الشعب يزيد معاه في المغالاة لحد بلغ مبلغ يعجز أي حد إنه يشتريه، فالسلطان يشتريهم من ماله الخاص وبعد كده أعتقهم. أخذ العز بن عبد السلام المال وحطه في بيت مال المسلمين ونفذ الفتوى بتاعته اللي هو شايفها من وجهة نظره ان هي ده شرع ربنا ولا بد ان هو يكون. ده كان موقف العز بن عبد السلام. لو حكينا عن التنكيل اللي اتنكل به في دمشق قبل ما يجي مصر واللي حصل معاه نعرف قد ايه الراجل ده كان شيخ لا يخاف الا الله سبحانه وتعالى. ونقدر يعني نقول لشيوخ اللي موجودين شيوخنا الأفاضل في العصر الحالي والله لقد صدق فيكم قول الشاعر ألا ليت اللحى كانت كنافة فنطعمها عيال المسلمين. أشوفكم في فيديو تاني، السلام عليكم. عز الدين أيبك قائد الجيش وأتابك الجند. عز الدين أيبك في المزاد، عز الدين أيبك في المزاد. قف يا أيبك. الثمن المقدر لبيت المال 5000 دينار. 5000 دينار يا مولانا. إنه قائد الجيش وأتابك الجند وقيمته كبيرة. لسنا في مجال تقييم، فأنا أعرف قيمتي. سأدفع من مالي 20,000 دينار. أنت لا تشتري نفسك لنفسك يا أيبك، بل يشتريك غيرك، وإن شاء أعتقك لتصبح حرا. ويحك، والله
والله إن رأسك يستحق ما هدده به أقطاعي. سأدفع من حر مالي 5000 دينار ثمنا للأمير أيبك. لقد قيم هو نفسه ب20,000 دينار، فإن شئت أن تشتري فليكن بأزيد من هذا المبلغ ولو بدينار واحد. هذا تحكم لا يليق. صبرا يا أيبك، سأدفع فيك 20,000 دينار ودينارا ثمنا للأمير عز الدين أيبك التركماني. حرر له وثيقة عتقه. سجل له هذه الوثيقة. بيبرس البندقداري. بيبرس في المزاد، بيبرس في المزاد. تقدم يا بيبرس. أقطاعي. أقطاعي في المزاد، أقطاعي في المزاد. بل الأمير أقطاعي. حتى تعتق. هانذا وأسرع. أسرع بأي شيء يا أقطاعي؟ أسرع بإنهاء هذه المهزلة. المهزلة هي ما كنتم فيه، والآن نحن نصحح هذه المهزلة. إذا هي أسرع بالتصحيح حتى ننفض. تقدم يا أقطاعي. أنا ها هنا. تقدم حتى تتساوى الأوضاع. أقطاعي ب1000 دينار.